لو الرجولة بالصوت العالي كان زمانك بتقول للكلب يا سيدي. الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر يتعالج بالمانيا، راكب الطياره جنبه كتاب يقرا بيه، تعرفوا شنو عنوانه؟ افول الغرب او الغرب الكافر. شوف لوين وصلت السذاجه والوقاحه، انتم ما تستحون، راح يتعالج وين هناك؟ طيب وين الاعجاز العلمي في القران؟ وين المليارات والتريليونات اللي اصرفتوها على الاعجاز العلمي في القران اليوم والناس جوعانه؟ تقرا كتاب وانت بالطياره الغرب الكافر. الله 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 الله، انت ايش سويت عجل؟ انت الصالح التقي ايش سويت؟ هيك رايح تتعالج عمليه خصاوي، عمليه خصاوي ما عندكم، وابسط العمليات عمليه افتاق ما عندكم. تريليونات هاي المفروض تنفق يا اخي على مترو الانفاق، المفروض تنفق على المشافي، بدك مترو الانفاق، محطات القطارات وينها؟ هاي قال حافظين للقران، مليونين حافظ للقران في الازهر، اعطيني فائده واحده مليون حافظ للقران، هاي المليونين حافظ للقران راح يطلع منهم يعني اقل شيء 100,000 شعراوي، 100,000 قرضاوي. مش معنى ان محدش بيطلع يرد عليك اننا مش عارفين نرد، لا، عدم ردنا عليكم كملحدين امتثال لقول الله: واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. غلطت في العرب واحتقرتهم واحتقرت لغتهم وسكتنا وقلنا عيل وغلط. قلت السماء مفيش منها فايدة غير انها بتنزل خرى الطيور علينا، ضحكنا وقلنا ليس على المريض حرج. غلطت في مصر وفي شيخ الازهر وقلت ان الشيوخ بيروحوا الدول الاجنبية يتعالجوا عشان مصر ما فيهاش دكاترة وما عندهمش علاج. قلت المصريين ما بيعرفوش حتى يعملوا عملية في الخصاوي ولا عملية فتاك. قلنا مش إشكال عايش بره ومعلوماته عن المصريين زي معلومات الأجانب، مفكريننا لسه عايشين في الصحراء وبنركب جمال. بتشتم فينا كمسلمين وكعرب وبنسكت وما بنردش، وده مش ضعف مننا، لا، ده ربنا نهانا عشان كده ما بنشتمكش. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. بس بما انك كده كده بتتطول على الله فتعالى بقى خد، علشان شكلك ما خدتش. شفتك في لايف بتتكلم عن اللغة العربية وبتحتقرها وبتقول انها صعبة وعايز تألف كتاب ومش عارف من صعوبة اللغة العربية. علشان انت جاهل ومش عارف يبقى العيب في اللغة العربية. اللغة العربية بيدرسوها في جامعات أجنبية كتير، بس المشكلة معاك انت مش عشان اللغة العربية صعبة، المشكلة معاك انت كملحد إنها لغة القرآن. وبما إنك ملحد فبتحاول تشكك في أي حاجة لها علاقة بالدين، حتى لو كانت اللغة العربية اللي أنت أساسا بما إنك بتقول إن أنت سوري المفروض تكون بتتكلم لغة عربية. فالمشكلة مش في صعوبة اللغة، المشكلة إن أنت عايز تشكك في اللغة اللي هي لغة القرآن. لقيتك بتهري كتير في اللايف فدخلت قلت أشوف محتواه أتفرج عليه، بما إنك راجل عايز تعمل كتاب وتألف كتاب قلت أتفرج على فيديوهات وأشوف محتواه. لقيت فيديوهاتك كلها ملهاش علاقة بأي واحد بيفكر أساسا إن هو يفتح كشك سجاير. من ضمن فيديوهاتك اللي أنت عاملها لقيتك عامل فيديو عن الريح اللي بيخرج من الإنسان وبتتكلم بأسلوب بدون أدب وأخلاق، وحتى اسم الفيديو بتاعك مسميه الزراط. بتتكلم إن الفقير لو طلع ريح في مجلس مسؤولين بيتعاقب، ولو الغني هو اللي طلع ريح ما بيتعاقبش. فلما سمحت الفيديو فهمت انت ليه كنت عايز تألف كتاب وكنت هتدينا معلومات في الكتاب عن ايه. انت كنت تقريبا كده عاوز تعمل كتاب عن العنصرية في الفساء بين الفقراء والأغنياء. اتكلمت عن مصر وقلت شيخ الأزهر كان رايح ألمانيا علشان يتعالج وكان بيقرأ في الطيارة كتاب عن الغرب الكافر. مش عارف ايه المشكلة ان هو يقرأ كتاب عن الغرب، ده راجل مثقف أستاذ في الجامعة، كان أستاذ في الجامعة قبل ما يمسك شيخ الأزهر، كان أستاذ دكتور في العقيدة والفلسفة، بيتكلم لغتين إنجليزي وفرنساوي. ايه المشكلة عندك ان هو يتعالج في ألمانيا ولا يتعالج في مصر ولا يتعالج حتى في الصين في أي حتة؟ ايه المشكلة انت في العلاج أو يتعالج فين؟ برغم ان أيام الخبر ده طلعت أسرته كدبت الخبر اللي بيقول انه كان رايح يتعالج، وقالوا انه هو كان رايح يحضر مؤتمر هناك في ألمانيا وان صحته كويسة ما كانش رايح يتعالج. بس برضك ايه مشكلتك انه يتعالج في مصر او يتعالج في اي حتة؟ بتقول مصر ما فيهاش دكاترة والازهر ما بيخرجش غير شيوخ، بس انت عشان مش فاهم مفكر الناس كلها زيك. الازهر فيه جميع التخصصات، فيه كليات طب وهندسة وعلوم وصحافة وتجارة وفي كليات لغات وترجمة، في جميع التخصصات في الازهر. مين قالك ان مصر ما فيهاش دكاترة؟ ومين قالك ان مصر ما بيعرفوش يعملوا حتى عملية الفتاك زي ما انت بتقول؟ هديك مثال واحد بس عشان اعرفك ان انت جاهل ومش فاهم حاجه. ابحث عن الدكتور هاني عبد الجواد وانت تعرف، استاذ جراحه العمود الفقري من اشهر دكاتره جراحه العمود الفقري. وبالمناسبه ده استاذ في جامعه الازهر، ما جبتلكش حد من بره جامعه الازهر، لا ده استاذ في جامعه الازهر ومن افضل دكاتره في العالم في تخصصه في جراحه العمود الفقري. ولو عايز امثله من ده كتير اديك، بس للاسف انت هتاخد ومش هتشبع. ولا اقول لك تعالى هديك كمان عشان ما ابقاش حرمتك من حاجه.
ابحث عن الدكتور جمعة سند أستاذ الكيمياء في جامعة الأزهر. ابحث عن الدكتور عاطف الطاهر أستاذ الفيزياء النووية في جامعة الأزهر. كفاية كده ولا تاخد كمان عشان لسه ما خدتش؟ لا كفاية عليك، لأنك كده كده الغباء عندك وراثة. اللي رضعك الغباء ناس هيفطمك. عمال تهري وتقول الشيوخ في مصر بدل ما يصرفوا مليارات على الإعجاز في القرآن يعملوا بها مترو أنفاق. مين قالك إن مصر ما فيهاش مترو أنفاق؟ انزل مصر وأنت تعرف إن كان فيها مترو أنفاق ولا لأ، وبالمرة نعالجك من البواسير اللي عندك علشان تبقى عرفت إن مصر فيها دكاترة ولا لأ. بقيت فيديوهاتك كلام فاضي، عبارة عن تحقير للنفس وتحقير للذات وتحقير لكل شيء، وده مش غريب على الملحدين أمثالك. دايما بتحقروا في نفسكم وتصغروا في نفسكم وتشبهوا نفسكم بالحيوانات، وده كلامكم مش كلامي أنا، كلامكم. بتشبهوا نفسكم بالبكتيريا أو أي شيء أقل من الإنسان قيمة، ودي حكمة ربنا فيكم. طول ما أنت بتتحدى الله هتفضل دايما شايف نفسك حقير وصغير. أما احنا كمسلمين عارفين إن ربنا خلقنا في أحسن تقويم وكرمنا لأننا أبناء آدم مش أحفاد قرود.